الأسباب التي أدت إلى قطع العلاقات تناقش وتحلل وتفاوض بين الجزائريين والمغاربة، ولا دخل لأي كان في هذه العلاقة، لأننا نعلم ونؤمن بأن الشعب المغربي شعب عربي مسلم شقيق مثلنا ومثلهم. ولي أنا شخصيا لي أصدقاء أساتذة العلوم السياسية في الجامعات المغربية وما أكثرهم، وأسسنا الجمعية العربية للعلوم السياسية منذ سنين. إذن اليوم لا أعتقد أن المسألة مسألة كلام ولا مسألة نقاش ولا مسألة حوار بين أطراف جامعية أو مجتمع مدني. فيه دولة واسمها الجزائر، فيه دولة اسمها المغرب، عندهم قيادات، هؤلاء يجتمعون. ربما الأسباب التي أدت للخلاف، الأسباب التي أدت إلى قطع العلاقات الجزائر تعلمها جيدا. ربما هناك لكن دكتور عبد الرزاق يبدو بأن الثقة الآن مفقودة بين الطرفين، كيف يمكن بناء هذه الثقة على الأقل حتى يتم الجلوس على طاولة الحوار؟ لا الثقة تعاد عندما أشقائنا في المغرب يقولوا كلام يعتذروا فيه على ما قاله السفير نتاعهم في واشنطن في نيويورك، يعتذروا على الكلام الذي قاله وزير خارجية إسرائيل في المغرب وهو يتحرش بالجزائر، لما يعتذروا على وهذا شيء أنا لا أعلمه جيدا، ولكن سيد وزير الخارجية هو الذي صرح به، وهو التدخل في الشؤون وخاصة مساعدة ربما وراء بعض الحركات الانفصالية في الجزائر. هذا كله أعتقد أنه بإمكان المغرب إذا فعلا يريد علاقات جوار وعلاقات تعاون وعلاقات أخوة، أكيد أنه الأمور دعني أنقل هذا الذي تتحدث به دكتور عبد الرزاق. دكتور عبد الرزاق، دعني أنقل ما تتحدث به لضيفي الدكتور عبد الفتاح إلى الرباط. هل الرباط مستعدة لهذا الأمر، بحث كافة المسائل الخلافية مع الجزائريين على طاولة واحدة؟ كيف فهمتم تصريحات وزير الخارجية الجزائري؟ دكتور عبد الفتاح، هل تسمعني؟ أنا أسمعك. نعم دكتور عبد الفتاح من الرباط، هل تسمعني؟ يبدو بأن الصوت لا يصل إلى ضيفي من الرباط، وأعود مرة أخرى إلى ضيفي الدكتور عبد الرزاق من الجزائر العاصمة. تحدثت أنت عن أن بحث الخلاف يجب أن يكون بين الدولتين، لكن أليست الجامعة العربية أيضا هي محل بحث الخلافات العربية؟ الجامعة العربية هي الفارقة العربية أو المفرقة العربية، هي التي أدت إلى أزمة سوريا، إلى أزمة اليمن، إلى أزمة العراق، إلى أزمة ليبيا، إلى كل الأزمات. إذن من الأفضل ومن الأحسن أن تبقى الجامعة العربية بعيدا جدا عن ما بين الجزائر والمغرب. هذه الجامعة منذ أن أنشئت ما جاء فيها إلا ما يفرق، فهي مجرد هيكل موجود بالقاهرة. هذا الهيكل هذا ربما يبدو أن ضيفي الآن من الرباط دكتور عبد الرزاق، يبدو أن ضيفي من الرباط يسمعنا الآن. دكتور عبد الفتاح، كنت قد سألتك عن كيف تفهم الرباط تصريحات وزير الخارجية الجزائري، وهل أنتم مستعدون للجلوس على طاولة واحدة كما كان يتحدث ضيفي من الجزائر العاصمة قبل قليل؟ أهلا وسهلا بك وبالضيف الكريم الأخ العزيز. أنا بالنسبة لي تعليقي على ما قاله الأستاذ هو أنه يعني كيف يمكن أن يعني حينما نسمع الإخوة في الجزائر يتكلمون على أنه موضوع يعني الوساطة العربية في الخلافات المغربية الجزائرية هو مرفوض لأن الأمر يتعلق بالسيادة ويربطون ذلك بسيادة الجزائر، فهذا ربما قد يكشف لنا نوعا ما كيف يعني يفهم الإخوة في الجزائر الأمور، وكيف يفهمون السياسة، وكيف يفهمون موضوع السيادة والتدخل. لا يوجد في العالم من يربط الوساطات والنوايا الطيبة للدول لكي تتوسط في حل نزاعات بين دولتين مختلفتين ويربطونه بموضوع التدخل في السيادة وما إلى ذلك. هذا لا علاقة للأمرين ببعضهما. يعني الدول العربية قامت بنوايا طيبة من خلال جامعة الدول العربية، بصرف النظر هل جامعة الدول العربية في وضعية صحية جيدة أم أنها ميتة، بصرف النظر عن كل شيء، هذه نوايا طيبة في السياسة ينبغي تلقيها بصدر رحب. أنا أعتقد أنه المغرب منذ يعني سنوات ومنذ يعني الأزل يبسط دائما يده للحوار وللسلام يعني المحبة والأخوة مع الإخوة الجزائريين، وهذه الدعوة ما تزال قائمة، ولا
يوجد في المغرب. بالمناسبة الشعب المغربي والشعب الجزائري والدولة المغربية تكن للجزائريين الإخوة كل التقدير والاحترام والمحبة. أما ربط كل هذه يعني هذا الثابت الأساسي ربطه بخلافات وبعناوين دائما يعني الإخوة الجزائريون يشددون عليها ويبقون حبيسيها، من قبيل مثلا موضوع الاعتذار عن يعني فترة يعني التسعينيات وما حدث من تلاه من إغلاق يعني الحدود وما إلى ذلك. هذه الأمور يعني هي مجرد يعني تنسيب للقضايا، لأنه الجزائر لم تعامل مثلا فرنسا بنفس المنطق، لم تطالب هذا باعتذار ولا باعتذار. يعني فرنسا لم تعتذر إلى الآن عن سنوات يعني الاستعمار منذ 1830 إلى 1962، لم تعتذر عن التدخلات دائما في الشأن الجزائري. الإخوة في الجزائر مثلا لا يعني يقيمون هذا المعيار مع فرنسا التي يعني تحتضن الماك. المغرب في حين بالمقابل ما يقوله الإخوة عن المغرب بالمقابل لم يطالب الجزائريين دكتور لو سمحت لي دكتور عبد الفتاح ما سموه المسيرة السوداء في 1975 وطردوا 350 ألف مغربي تم طردهم يوم عيد الأضحى. يعني المغرب لم يطالب بذلك. لو سمحت لي الجزائر لو سمحت لي يجب تصفير العداد كل هذه المشاكل والذهاب نحو حوار. دكتور لو سمحت لي، الجزائر أيضا يقول بأن المسألة لا تحتاج إلى وساطة، تحتاج إلى أن يفي المغرب بتعهداته والتزاماتها التي تطالب بها الجزائر، موضوع الصحراء، موضوع الخلافات، وموضوع القبائل والتجسس الذي اتهمت به الجزائر المغرب بأنها تتجسس على الجزائر مع منظمات إرهابية، حتى موضوع إسرائيل يثار في هذا النقاش. كيف يمكن الجلوس على طاولة واحدة دون حل هذه الخلافات؟ أولا هذه المواضيع كلها يعني مثلا موضوع بيغاسوس قلنا في أكثر من مرة أنه لا توجد عليه أي أدلة تقنية، هذا مجرد فقاعة إعلامية يتمسك بها الإخوة الجزائريون لأسباب معروفة. موضوع العلاقة المغرب مع إسرائيل هذا ما شأن يعني مغربي إسرائيلي، ما علاقة يعني الجزائر به. موضوع الصحراء المغربية الجزائر تتدخل فيها بشكل عدواني وسافر ومنذ 46 سنة، ومع ذلك المغرب موقفه هو يجب تصفير العداد. فلنضع كل هذه الخلافات جانبا ولنتحدث. لا يمكن أن نحل مشاكل ونحن على هذا الوضع. المغرب يطالب يعني الحوار وبالسلام وبالجلوس، والإخوة في الجزائر متمسكون بالذهاب نحو المزيد من قطع العلاقات ونحو رفض الوساطات. يعني هذا ليست عقلية يعني شخص يريد أن يحل المشاكل، هذه ذهنية شخص يريد أن يعربد ويستمر في العربدة، وهذا لا يليق بالجزائر ولا يليق بإخوة ولا يليق بجوار ولا بأي شيء. نحن نشاهد في العلاقات. نعم، دعني أخذ الرد. دكتور عبد الرزاق من الجزائر العاصمة، كنت تهز رأسك يمينا ويسارا عندما يتحدث ضيفي من الرباط، قال لك إن هذه المواقف الجزائرية هي مجرد فقاعة إعلامية. شوف مليح، الجزائر كانت وراء اتفاق الطائف الذي أعاد الاستقرار إلى لبنان، والجزائر كانت وراء الاتفاق بين أريتريا وإثيوبيا، والجزائر عندها الأخضر الإبراهيمي الذي صال وجال في إفريقيا وفي البلدان العربية كدبلوماسي محنك، والجزائر تدرس العلاقات الدولية لكل الأميين الذين الآن يتكلمون. ثانيا، لما يتكلم على فرنسا، فرنسا أخرجت من الجزائر مذلولة، والجزائر ليس لها مدينة واحدة محتلة. يروح يحرر سبتة ومليليا وسيجد الجزائر معه، يذهب إلى سبتة ومليليا المستعمرة من طرف إسبانيا وسيجد الجزائريين معه. أما الصحراء الغربية فهي قضية أممية في الأمم المتحدة، وليست قضية جزائرية وليست قضية مغربية، قضية أممية. عضو مؤسسة الاتحاد الأفريقي، والآن الأمم المتحدة هي المسؤولة عنها. الآن إذا يريدون علاقات جوار يعتذروا فأهلا وسهلا، إذا لا يريدون هذا فالجزائر حدودها مغلقة ولا عودة للدبلوماسية ولا عودة إلى ما يريدونه. أما الآن كل مرة يتهجموا وفرنسا وإيطاليا والهند، الجزائر موجودة وسيدة على أرضها، والجزائر واحدة موحدة، واللي يحب يجي يتفضل، واللي يحب يورينا عرض كتافه يأتي. إذا الجزائر في الجانب هذا غرق الأمر فيه. الآن تقول لي بأنه الجزائر ترفض الحوار؟ نعم، الجزائر ترفض الحوار ما عدا إذا كان هناك اعتذار رسمي. الجزائر ترفض هذا. أما أنه تقول لي أنه البلدان العربية ومحاولة كسب هذا على هذا، اسمح لي نكمل، أعطيت له الكلام أكثر مني. الشعب، أما الوزير الخارجية الإسرائيلي الذي تهجم علينا من المغرب، والذي
ونحن نعلم أن الشعب المغربي لا يريد التطبيع ولا يحب التطبيع ولا يحب الإسرائيليين مثلنا. إذا طيب لكن دكتور عبد الرزاق لو سمحت لي دكتور هل يستطيع المغرب دكتور عبد الرزاق اسمح لي لو سمحت لي سأدعك تكمل الفكرة، لكن يعني بتصريحاتك حول وزير الخارجية الإسرائيلي يائر لبيد وما تحدث به عن إيران والجزائر من قلب المغرب، هل يستطيع المغرب لجم لسان وزير الخارجية؟ يعني هذه تصريحات تصدر من قبل وزير خارجية يرد عليها دبلوماسيا. لا أبدا اسمح لي يتكلمنا عن الدبلوماسية والعلاقات الدولية والتنظير. يمنع باتا أي ضيف وزير خارجية دولة ما أن يصرح ضد دولة أخرى في بلدك، فهذا إعلان حرب، فهذا تدخل، فهذا تهجم، فهذا تحرش، وهذا غير مقبول، وهذا لا يبرر وغير مبرر أبدا. والجزائر تملك كل الأدوات وتملك كل المقدرات لحماية نفسها، ونعرف أنفسنا جيدا. إذا هذه المزايدات الكلامية وهذا الكلام البذيء وهذا الكلام الذي يريد أن يطبع مع الإسرائيليين ويرجع لهم جزء من الأمة، فهذا مرفوض ومرفوض جدا عندنا. طيب وصلت الفكرة. نبقى نساند القضية الفلسطينية، نبقى نساند القضايا العربية الشريفة والنظيفة. نعم دكتور عبد الفتاح، يعني وصفها بالمزايدات الكلامية ما تحدث أيضا عنه وزير الخارجية الإسرائيلي، وعن حديثه عن إيران والجزائر من قلب المغرب كما استمعت قبل قليل. لا، أنا لم أسمع جزء من كلام الأخ الكريم، لكن يعني يهمني أن أقول أنه هو يريد أن يصنع دور وهمي للجزائر. الجزائر لا علاقة لها بكل هذه الأحداث التي تكلم عنها من اتفاق الطائف، يعني هو في الطائف في السعودية، يعني هذا كلام يعني دارسو العلاقات الدولية يعرفون ويستمعون إلينا الآن على أي حال. فيما يتعلق بما يقول أنه يعني عدوان من الجزائر على المغرب، من المغرب على الجزائر أو هذا الكلام، يا أخي قضية الصحراء المغربية قضية أممية، لماذا لا تتركونها أممية؟ بلا مقاطعة دكتور عبد الرزاق لو سمحت، بلا مقاطعة دكتور عبد الرزاق لو سمحت، بلا مقاطعة لو سمحتما دكتور عبد الفتاح ودكتور عبد الرزاق لو سمحتما أن تلتزما يعني بهذا الحوار، أنا أدير هذا الحوار لو سمحتما. دكتور عبد الفتاح، ما تفسير الصمت المغربي تجاه المواقف الجزائرية؟ والله دعني أكمل كلامي رجاء، دعني أكمل كلامي رجاء أخي العزيز. والله لو كان الإخوة الجزائريون يحسنون الاستماع لفهموا ومن يزال. طيب دكتور عبد الرزاق لو سمحت، دكتور عبد الرزاق لو سمحت لي، دكتور عبد الرزاق بلا مقاطعة، دكتور عبد الرزاق لو سمحت لي، لو سمحتما مرة أخرى دكتور عبد الرزاق لو سمحت، أنا الذي أدير هذا الحوار لو سمحت. دكتور عبد الفتاح واصل. طيب الآن سيتحدث دكتور عبد الفتاح، تفضل. يا أخي نحن منذ العام 1956 الملك المغفور له محمد الخامس وفي خطابه بعد العودة تكلم على أن منهجيتنا هي استكمال تحرير الأراضي المغربية، ومنذ ذلك العهد ونحن نسير على هذه المنهجية، لأنه لم يستقل المغرب دفعة واحدة كما لم نستعمر دفعة واحدة. ومنذ 1975 افتعلتم لنا هذا النزاع الذي سيبقى. دكتور عبد الرزاق يعني دكتور عبد الرزاق التزم بالحوار. دكتور دون ملاحظاتك ورد في وقت لاحق. دون ملاحظاتك ورد في وقت لاحق. طيب أجبني على سؤالي دكتور عبد الفتاح من الرباط. دكتور عبد الفتاح دكتور عبد الفتاح من الرباط، أجبني على سؤالي، سألتك عن دكتور عبد الفتاح لو سمحتما. حاربتم معهم بشكل قذر ووسخ في أنقال واحد دكتور لو سمحتما لا تزايدوا بالكلام الفارغ عن شيء لا تعرفه. ثم ما شأنك أنت بأجندتنا في تحرير أرضنا؟ نحن نحدد الأجندة التي يمكن أن نتحرك على أساسها من أجل تحرير أرضنا. دكتور عبد الفتاح أجبني على سؤالي لو سمحت لي، ما تفسير الصمت المغربي السكان الصحراء على المواقف الجزائرية؟ هل تتابعون المينورسو قريبا ستصدمكم المينورسو بقرارها عن نسبة التصويت في الصحراء المغربية. أنتم تتكلمون عن الأوهام، يعني دكتور عبد الفتاح أن تمعنوا في هل تسمعني دكتور؟ هذه الخرافات. دكتور عبد الفتاح دكتور عبد الفتاح تكلم عن الجوار وعن حسن الجوار. دكتور
آخر شيء، آخر من في العالم يجب أن يتكلم على أنه يعني يبدو بأن الضيفين لا يريدون حتى الوسط العربي تعتبرونها تدخلا. يا أخي أنتم مجانين، والله مجانين. طيب دكتور، لو سمحتما ضيفي الكريمين في المقابل دكتور عبد الفتاح مصرون على أن نستمع إليكم وأن نذهب معكم إلى حوار. دكتور عبد الفتاح لو سمحت ودكتور عبد الرزاق أيضا استمع. دكتور عبد الرزاق لو سمحت، دكتور عبد الرزاق استمع إلي لو سمحت لي. نحن هنا نتناظر بالأفكار، يجب أن نتناظر بالأفكار حتى نوصل للمشاهد الفكرة التي يريدها. أدعوكما إلى أن تلتزما بآداب الحوار لو سمحتما. دكتور عبد الفتاح، كنت قد سألتك عن تفسير الصمت المغربي تجاه المواقف الجزائرية، أجبني بدقيقة لو سمحت. لا اسمع. سألتك عن تفسير الصمت المغربي تجاه المواقف الجزائرية، هل تسمعني؟ نعم، يبدو بأن الصوت لا يصل إلى ضيفي من الرباط. أعود مرة أخرى إلى ضيفي من الجزائر العاصمة. ما تداعيات رفض الحوار واستمرار الخلاف دكتور عبد الرزاق، سواء على العلاقات الثنائية وعلى المنطقة بشكل عام؟ شوف يا أخي، الجزائر قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، وهذا قرار سيادي. والقطع العلاقات كان لأسباب، وكان فيه أسباب معلنة وأسباب لم تعلن. ولا تعتقد أن الجزائر غبية أو ساذجة أو لا تعرف مصالحها. قطع العلاقات هو جاء نتيجة تطبيع نتيجة مجيء هذا الوزير الإسرائيلي والتهجم على الجزائر، نتيجة السفير المغربي في نيويورك وطالبته وتوزيعه لمناشير لتقسيم الجزائر. الجزائر عندها كل المقدرات وعندها كل الإمكانيات باش تقدر تعمل أي شيء في المغرب، ولكن نظن احنا حسن الجوار، ونعتبر الشعب المغربي شعب شقيق وأخ، ونعرف أن الشعب المغربي لا يريد إسرائيل، ونعرف أن الشعب المغربي ليس مع التطبيع، ونعرف أن الشعب المغربي عربي مسلم، ونعرف أنه لا يحبنا كما نحبه. إذن هذا النظام الذي يتحجج تارة ب 56 وتارة ما أعرف إيه، يا أخي سبتهم ليبيا مستعمرة من طرف إسبانيا، روح حررهم يا أخي. قضية الصحراء الغربية موجودة في الأمم المتحدة. بوليساريو نشأ قبل 75. بلا مقاطعة دكتور عبد الرزاق، بلا مقاطعة لو سمحتما، بلا مقاطعة. ما يجيب لك. طيب دكتور عبد الرزاق لو سمحت لي، هناك عريضة قدمت من قبل شخصيات جزائرية ومغربية من قبل منظمات المجتمع المدني لرأب الخلاف بين الطرفين لتوطيد أواصر المحبة والتعاون بين البلدين. هل تنجح هذه الدعوات المدنية فيما فشلت فيها الوساطات الدبلوماسية لغاية اللحظة؟ أكيد أنه الشعب الجزائري والشعب المغربي أخ. أكيد أنه النخبة في الجزائر وفي المغرب، أكيد أنه عندنا أكثر ما يجمعنا أكثر ما يفرقنا. ولكن لما نرجع إلى الأجهزة التي تتعامل مع إسرائيل ومع الصهيونية، أكيد أن هناك ما يفرقنا. اليوم المغرب لا يستطيع أن يمر إلى العرب بدون الجزائر، والجزائر لا تستطيع أن تكون بدون المغرب. علاقات جوار، علاقات تعاون، علاقات صداقة. دعني أتحول إلى ضيفي من المغرب من الرباط. دكتور عبد الفتاح، ما موقف المغرب من حيال هذه الدعوات المدنية الرامية لحل الخلاف؟ بالمناسبة أنا ينقطع الاتصال كثيرا ولا أسمع يعني معظم ما يقوله الأخ الكريم من الجزائر، لكن يعني بالنسبة لي أن المغرب نعم، وأنا أيضا أقاطعك كثيرا وأنت لا تسمعني للأسف يعني. رجاء. صحيح تقاطعه كثيرا. للأسف لأنه مشاكل تقنية تحول دون يعني. طيب تفضل دكتور عبد الفتاح. لكن المشكل، لكن والله أنت مؤدب كثيرا يعني، وربيت في بيتك كثيرا يعني، شأنك شأن كل أبواق النظام العسكري ونظام الكبرنات، كلكم تتكلمون بنفس الأخلاق، لا تستمعون ولا تفهمون وتصرون. طيب يعني أجبنا على سؤالي دكتور عبد الفتاح لو سمحت لي. أقول أنه أجبنا على سؤالي. موضوع العلاقات، المغرب يده، المغرب شعبا وحكومة ودولة يده ممدودة دائما إلى الحوار وإلى كل شيء له علاقة بالسلام وإحلال السلام، وهذا موقف ثابت للمملكة المغربية. المشكل في أن الإخوة في الجزائر، أنا لا أتكلم عن الشعب الجزائري، الشعب الجزائري إخواننا ومعنا متحدون إلى العظم، لكن المشكل في نخبة الحكم العسكر، نظام الكبرنات، هؤلاء يعني الطغمة الحاكمة في الجزائر والتي لديها مشاكل على أي حال. جنرال نزار وتوفيق لديهم مشاكل مع الشعب الجزائري. هؤلاء الناس
لديهم هم طيب. الذين يعني اذا كان هناك اتفاق اذا كان هناك اتفاق يعني اذا كان هناك اتفاق من الجزائر ومن الرباط على ان العلاقات بين الشعبين يعني موجوده ومتصالحه الى حد ما. اذا دكتور عبد الفتاح نعوم من الرباط، من المستفيد من قطع هذه العلاقات؟ والله المستفيد من قطع هذه العلاقات هي النخبة الحاكمة في الجزائر، لأنه إذا كان هناك صلح مع المغرب فإنها لن تجد أي مبرر يمكنها أن تذهب بمقدرات الجزائر إلى البوليزاريو، ولن تجد أي مبرر لكي تسرق أموال الجزائر، لأنه هذه هي المشكلة الحقيقية. إذن هي تحتاج إلى شماعة لكي تعلق عليها أساليبها، يعني يأتون بأسلحة يكذبون في ثمنها يعطونها لبوليزاريو، بوليزاريو تعطيها لبوكو حرام، ويعني أنتم تربون فرخ كبرى، يوما ما سينقلب عليكم هذا البوليزاريو يوما ما. المشكل عند الإخوة الجزائريين يصمون أذانهم على الحقائق ويقفزون على الوقائع ويذهبون يعني في الزمن. تتكلم عن سبتة ومليليا، يا أخي نحن نحدد الطريقة التي نسترجع بها أرضنا ونحدد الأجندة الزمنية، ويوما ما سنكلمكم عن أراضينا الشرقية. يعني أنتم فرنسا اقتطعت أراضي من المغرب بموجب معاهدة اللامغرية ولا تزالون تستعمرونها وتستعمرون أراضي الشعوب أخرى. يعني يا أخي أنتم أولا انتبهوا إلى مشاكلكم.